حاجة حبيت أشاركها معاكم، ده كان اعتقاد عندي زمان وشُفت ناس كتير أوي برضه بتفكّر بنفس المنطلق. أنا واحد من الناس زمان كنت باقول أبطال العالم كانوا بيطلعوا من أماكن تحت الصفر، يتمرّنوا في أماكن يعني بلاط ومش مجهّزة وحاجة كده صعبة. الكلام ده صح وفي ناس كتيرة جدًا فعلًا طلعت من تحت الصفر، ولكن ناخد بالنا بقى من حتّة مهمة جدًا. أنت دلوقتي لمّا تتمرّن في مكان مجهّز هيكون أحسن ألف مرّة من مكان تحت الصفر. ليه؟ نسبة الأمان أعلى، نظام الأدوات والأحمال البدنية والقوة الطبية والكلام ده كلّه، نظام فيه أمان أعلى وفيه تدرُّج أحمال بشكل أحسن، وفيه إنّك ماشي بخطة تدريبية يعني عندك الإمكانيات اللي تساعدك إنك تمشي عليها بشكل كويس. لكن إنك تشتغل old school شوية أو أماكن مثلًا ضعيفة شوية من حيث الإمكانيات، حتى لو المدرب بتاعك professional ممكن توصل، ما فيش اعتراض في الحتة دي، بس الأمان هتكون أقل شوية، نسبة الأمان ممكن الإصابات تكون أعلى شوية. فلو عندك إمكانية تتمرن مع مدرب جامد جدًا في مكان كويس جدًا اتمرن، ما عندكش إمكانية فاختار المدرب قبل المكان. يبقى أنا عندي عشان أختار مكان كويس أو عشان أختار مكان أطلع منه بطل، يبقى أختار مدرب كويس، مكان كويس. ما فيش مكان كويس، اختار مدرب كويس وإن شاء الله يوصّلك.